بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم في يوم من أيام العزة والفخار للعسكرية المصرية المجيدة، يوم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لقاعدة محمد نجيب العسكرية، أول رئيس للجمهورية بعد إعلانها في 18 من يونيو عام 1953، الذي كان على رأس الضباط الأحرار يوم خرجوا ليتوجوا كفاح ونضال شعب مصر العظيم بثورتهم المباركة في 23 من يونيو عام 1952. تلك الثورة المجيدة التي استهدفت بمبادئها الست إقامة حكم وطني يمثل جموع الشعب المصري وإنشاء جيش وطني قوي يحقق له السيادة على أرضه ومقدراته. واليوم ونحن نحتفل بذكرى ثورة يوليو المجيدة، فإن رجال القوات المسلحة يوجهون تحية الإعزاز والإكبار لقائد تلك الثورة المباركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله، ورفاقه من الضباط الأحرار، وهذا الجيل العظيم من شعب مصر بكافة طوائفه الذي انتصر للحرية والاستقلال وبناء غده الأفضل. فالشعب كما قال جمال عبد الناصر هو القائد والمعلم. واليوم واستكمالا لمسيرة الأبطال من رجال القوات المسلحة على مر عصورها المجيدة، تشهدون افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية يرفرف عليها علم مصر خفاقا بالعزة والكرامة دعما لقدراتها العسكرية شيدتها أياد مصرية خالصة لا تعرف المستحيل، ويقوم عليها رجال أوفياء آمنوا بربهم ووطنهم وأمتهم العربية، ومستعدون ببأسهم الشديد والتضحية والفداء لرد الصاع صاعين لكل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامة شعبها أو أمن وسلامة أمتها العربية. شعارهم أنه لا تهاون مع أي فئة سولت لها نفسها المساس بأمن مصر أو أمتها العربية. لقد كانت القوات المسلحة المصرية على مر العصور الدرع الواقية للوطن ولأمتها العربية،